السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. امبارح عملنا مع بعض كده فيديو الكريب والفراخ المقرمشة. هو اي نعم ما كانش عليه يعني تفاعل ولا مشاهدات كتيرة، بس يلا الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله بإذن الله هفضل ورا حلمي لحد لما اوصل واحققه بإذن الله. يلا بينا كده هنشوف النهاردة هنعمل مع بعض المحشي الخاص الجميل ده. هو اي نعم موسم الخس خلص، بس ممكن تعملي نفس الطريقة دي ونفس اللفة دي في ورق الكرنب. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا بينا نبدأ الفيديو. هجيب معايا كده الخس بتاعي زي ما انت شايفه. هبدأ امسك الطرف بتاعي من فوق كده، اشد الورقة بتاعت الخصاية هيطلع معايا بمنتهى السهولة. والناحية التانية برضو امسك الناحية التانية واشدها تطلع معايا على طول. خلاص كده بعد ما خلصت بقى الخس بتاعي وخلصت الورق بتاعه، اغسله كويس جدا جدا. وبعد كده هبدأ اجيب عندي صينية واحط عليها ملاية قديمة او فوطة نظيفة، فوطة مطبخ نظيفة كده. ابدأ بقى افرد ورق الخس زي ما انت شايفه كده، زي ما انا بفرده، واسيبه في حتة يكون فيها هوا زي بلكونة، او شغلي له مروحة بس غطيه كده بشاش، وسيبيه لحد لما تلاقي الورق بتاعك مش دبل، لا طري معاكي، من غير بقى لا سلق ولا نحطه في ميه سخنه ولا حاجه. الميه السخنه كده بتحسي ان هي بتغير طعم محشي الخاص، لكن كده بيفضل زي ما هو. هنبدأ نعمل بقى مع بعض الشوربة بتاعتنا الحلوة اللي هنسوي بيها المحشي. هجيب معايا كده في حلة على النار على الناشف كده، احط اللحمة بتاعتي اشوحها، وبعد كده انزل عليها بالورق اللوري والبصل، وعندي شوية فلفل اسمر، وكمان نحط معاها فصين حبهان. بص زي ما اوريكي كده، الحبهان لازم نبقى فاتحينه كده، يا دوب اديله ضغطه بسيطه هيتفتح معايا، علشان خاطر لما انزل بالميه السخنه بتاعتي الشوربه تاخد من طعم وريحه الحبهان. ابدا اشوح كده اللحمه بتاعتي في مع الحبهان والورق اللوري والبصل، وبعد كده انزل عليها بالميه المغليه. حطيت معايا كده نص معلقه صغيره او ربع معلقه صغير سكر، علشان تتسرع معايا عمليه تسويه اللحمه. وحطيت معايا طماطمايه كده قطعتها 4 وماسوره تدي دسامه وطعم حلو للشوربه. وبعد كده هوطي عليها واسيبها لحد لما تستوي. اشيل الريم اللي موجود على الشوربه عشان الشوربه تبقى صافيه ورايقه. اول ما تدخل في السوا احط يا دوب الملح بتاعها واطفي عليها. هنعمل بقى مع بعض كده الخلطه الجميله بتاعه المحشي. عندي حته دهنه، او لو عندك ليا هتخلي الريحه بتاعه المحشي فظيعه وطعمها افظع كمان. لحد لما تسلي معايا كده اروح مزوداها شويه زيت. هنزل بقى بالفلفل بتاعي مقطعاه كده مكعبات. هنزل بالفلفل بتاعي كده اذا كان حراق او فلفل رومي، ومعاه شويه فلفل اسمر. اول ما اشم ريحه كده الفلفل الاخضر طلعت معايا، ابدا انزل بالبصل بتاعي. هنا هحط بصلايتين وسط، انا مش هعمل كميه كبيره، بصلايتين وسط من البصل الابيض. البصل الابيض بيبقى طعمه احلى كمان في المحشي. ومعاها شويه هحط شويه ملح. الملح ده بيخلي البصل يدبل معاكي بسرعة. ما تقوليش بقى ان كمية البصل دي كتيرة، كمية البصل مش كتيرة ولا حاجة. هي لما هتدبل كده هتلاقي الكمية قلت معاكي. واهم حاجة في المحشي البصل والمادة الدهنية بتاعته والطماطم، كل ما يبقوا مهتمية بيهم كل ما هيديكي محشي طعمه روعة. هحط معايا كمان البهارات والتوابل اللي انا حباها، حطي زي ما انت عايزه. انا بحط الفلفل الاسمر 7 بهارات، وبحط بابريكا علشان خاطر مش بحط صلصه، علشان لون التسبيكه يبقى احمر وجميل. ابدا كده اشوح البهارات بتاعتي مع البصل والفلفل. اول ما اشم ريحه البهارات كده بحط الطماطم اللي موجوده عندي. الطماطم دي كنت عصراها وحطها مصفياها وحطها في الفريزر زي ما هي. احط معاها معلقه صغيره سكر علشان لذعه الطماطم. اعرف امتى ان خلاص الصلصه اتسبكت معايا؟ اول ما الاقي زي ما انا بوريكي دلوقتي كده الماده الدهنيه بتاعتي طلعت على وش التسبيكه بتاعتي. حطيت بقى الرز كده غسلاه ومصفياه، يا دوب تقليبه بسيطه كده على النار. وبعد كده هبدا افضيها في حاجه واسعه لحد لما الرز بتاعي يهدى. انزل بالخضره بتاعتي، الخضره اللي هي عباره عن عن شبت وكزبره وبقدونس. ما بنزلش بالخضرة على الرز وهو سخن، علشان خاطر ريحة الخضرة تفضل موجودة، واللون بتاعه كمان يفضل اخضر كده وحلو. اقلبهم مع بعض كويس وابدأ بقى هنشوف بقى هنعمل مع بعض ايه.
حضرت بقى الحله اللي انا هحط فيها المحشي. هحط في من تحت كده الورق الخاص زي ما هو، لا سلقته ولا سبته مع الخاص، الورق الخاص التاني علشان يدبل شويه، لا اسيبه زي ما هو علشان خاطر يحملي المحشي بتاعي من تحت. وقطعت كمان معاها طرنشات بصل بتدي للمحشي طعم فظيع. هحط بقى الورقه بتاعه الخس الناحيه الناعمه على ايدي، والناحيه الخشنه هي اللي هحط عليها الرز، واخد الطرف بتاعي اتنيه مثلث، والف معايا الورق بتاع المحشي كما لو انك انتي بتلفي ايه السمبوسك. الطرف بتاعي اللي من تحت بيبقى في قعر الحله من تحت، بيبص للحله من تحت. خلاص هوريكي دلوقتي واحده تاني. بص الورقه طريه ازاي من غير ما احطها ولا في ميه سخنه ولا اي حاجه. الناحيه الناعمه هخليها على ايدي، والناحيه الخشنه هي اللي هحط عليها الرز. همسك طرف الورقه كده اتنيه مثلث، وبعد كده ابدا الف يمين شمال، هي هتمشي معاكي لوحدها، هتلاقي الورقه بتلف معاكي على طول. الطرف اللي هو من تحت هيبقى هو اللي بيبص لقعر الحله من تحت. لو عايزه تلفي الورق زي الكرنب عادي هيتلف معاكي على طول برضو. والطريقه دي ممكن تلفيها وتستعمليها كمان في ورق الكرنب، بتعمليها بنفس الطريقه، مثلث من تحت وبعد كده ابدا الف يمين شمال، هتلف معاكي على طول. هي بتاخد طريقها، هي عارفه طريقها وبتمشي على طول. بعد كده اللي هو الطرف الاخير بيبقى بيبص للحله من تحت، اخده كده على النار. احط بقى الشوربه بتاعتي، السطر الاخير بيبقى الشوربه واصله للسطر اللي هو قبل الاخير، واضغط عليها بطبق، وبعد كده اغطي الحله. اول ما تاخد معايا كده غلوتين 3 على النار، ابدا اوطي النار بتاعتي على الناحيه اللي هي بترد معايا، يعني ايه، يعني مش الناحيه اللي بتطفي، واسيبها لحد لما الشوربه بتاعتي تتشرب خالص، المحشي يتشرب الشوربه. ابدا اهدي النار على الناحيه اللي بتطفي، يعني يا دوب تبقى شمعه كده اهو، لحد لما المحشي بتاعي يستوي. كده خلصنا المحشي. شفتي الحله بتاعتي فاضيه، ما فيهاش اي حاجه، ما فيش اي محشيه حتى لازقه في الحله. وبعد كده حمرت اللحمه، رشيت عليها شويه فلفل اسمر وشويه ملح، بيبقى طعمها وريحتها خرافه. وكده بقى الفيديو بتاعنا النهارده خلص. لو عجبك الفيديو متنسينيش في اللايك والشير وسبسكرايب. دي كانت النهارده دي الاكله بتاعتنا النهارده، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.